السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رجعت لكم بعد غياب فيديو جديد سهل وبسيط. غادي نشارك معكم شي حوايج اللي كنشاركهم في الوصفات ديالي وكيكونوا ساهلين واقتصاديين. انا قررت انني نصايب معكم هذا الكاطو كلاصي على الشكل الكوري، يعني الكوريين يستخدموش بزاف في اعياد الميلاد، يعني ماشي ضروري يكون كوك ديزاين ولا شي حاجه، المهم هكايا يكون سهل التحضير. كما تشوفوا انا غادي نشاركو معكم بخطوه بخطوه، وغادي نفسر لكم شي مسائل ونتمنى يعجبكم. واللي دخل لاول مره القناه ديالي يشارك بها. كما تشوفوا انايا الكيكه وهي وجدتو قطعتو على قطع، يا اما 3 ولا 4، داكشي على حسب الرغبه. كما تشوفوا الا كان الكيك ديالك سخون كديري عليه الحليب، كتسقيه بالحليب بارد. الا كان الحليب بارد يكون الكيك سخون، يعني يكون داكشي شكل متبادل. كما تشوفوا انايا وممكن لكم تعوضوا الحليب بالماء، يعني بالماء والسكر، يعني بارد اولا الماء والسكر سخون، يعني ماشي مهم. وكديروا بالفرشيط تدقوا على الكيك ديالكم باش كيدخل ليه المكونات، يعني الحليب اللي سقيناه. من بعد كنشدوا الفريز، يكون عندك متوافر في الدار، كتقطعيه طريفات بهذاك الشكل وكتستفيه بطريقه غير منتظمه، يعني ماشي مهمه تكون الشكل. كما تشوفوا انا دايره الميكا، دايره بابي، ولا تقدر ديري بابي السلوفان، المهم باش تكالي على الجناب ديال الكيك، باش دوك الزواقات يبانوا من الجناب ديال الفريز، يعطيهم نظر. كما تشوفوا انا شديت الكريم شانتيي، زدت عليها السكر، اللي بغيتو ديروا ما بغيتوش ما ديروش. وعوض انا ما كندير الصراحه، عوض ما كندير انا الحليب اللي معروف، كناخد غير الماء، كاس الماء، كندير مع السكر فاني، وكنطلعو بالطراب ديالي حتى كنتحصل على شكل كريمي كما بغيت. يعني وكديري نص الكميه، يعني الا درتي كاس ديال الكريمه تديري نص حتى كنتحصلوا على هذاك الشكل. يعني بقيتي اي مذاق بغيتوش كما كتشوفوا راه ما كيكون واقف، يعني بداك الشكل. كما تشوفوا انا حطيته على الكيك، سرحته، وغادي كنبقى ندير طبقه كيك، طبقه فريز، طبقه كريم، كنبقى نكمل حتى نسالي. اولا الا بغيتو ديروا طبقه نيشان ديال الكيك فرماج صافي، وكتكتفيو على طبقه واحده وكديروا الكريمه كثيره. كما تشوفوا كتستوي عليها ديروا عليها اللي بغيتو. انا درت عليها الفلون، صوبت الفلون ديالي وحطيته عليها من الفوق، خليته حتى هو جمد مزيان، وزوقته بالفريز. يعني داك الزواق ديالكم كيبقى اختياري على حسب الرغبه ولا حسب شنو تتبغيو، يعني كما بغيتو الشكل، يعني راه كيكون زوين. كما تشوفوا كنخليوه يجمد مزيان حتى كيحصل على القوام الجامد ديالو، وكنصاوبوه نظرا حيت الحراره كاينه، فهو ما شدش القوام ديالو مزيان على حسب الحراره. ولكن نتمنى انه يعجبكم ونتلاقاو في الفيديو